وانا بغسل الحاجة دهب لقيت حوالين رقبتها ازرق، وشفايفها برضو كمان مايلة للون الازرق. وهنا قعدت اكلم نفسي واقول الست دي بالتأكيد ما ماتتش موتة طبيعية. بس رجعت تاني اقول لنفسي هو انا اعرف اكتر من الدكتور اللي كشف عليها واداهم تصريح الدفن وقال ان الوفاة طبيعية؟ بلاش ادخل نفسي في معطرات ومشاكل وخليني اخلص. وفعلا خلصتها وروحت على بيتي، وبعد ما نمت لقيتها جايلي في الحلم اكتر من مرة، وكانت بتضحك وهي حزينة. وبعد كده بدأت تشاور على العلامات اللي موجودة على رقبتها اللي أنا أصلا شفتها في الحقيقة. وهنا قررت أروح أقول لبنتها علشان نتفاجئ باللي حصل مع الحاجة دهب، واللي كان تقريبا أغرب من الخيال. وتبدأ الحكاية من الحاجة دهب اللي كان عندها 80 سنة، وكان عندها 3 أولاد. ابنها الكبير سافر برا مصر علشان يشتغل، أما البنتين التانيين اتجوزوا وقعدوا في محافظة تانية. ولأننا عارفين إن الدنيا تلاهي، كان بناتها الاتنين ما كانوش بيزوروها على طول، بس كانوا دايما بيتصلوا عليها بالتليفون ويطمنوا عليها كل يوم. أما ابنها الكبير فكان بينزل زيارة تقريبا كل سنة. والحاجة دهب كانت مؤمنة فعلا إن الدنيا مشاغل، ودايما بتلتمس الأعذار لأولادها. وكانت ست راضية بقضاء ربنا ومؤمنة جدا، وكرست حياتها كلها إنها تساعد الناس. وكانت دايما بتطلع صدقات وبتطلع حاجات لله، وأي حد كان بيحتاج منها حاجة كان بيلجأ لها. وكمان أحيانا كانت بتحل مشاكل ناس كتيرة، والجيران كلها والناس اللي حواليها في المنطقة كلهم بيحبوها، لدرجة إن هم أطلقوا عليها اسم البركة، وكانوا دايما بينادوها بالبركة. وكل حد يقعد معاها كانت بتحلله مشاكله مهما كانت المشاكل ايه، سواء مادية او سواء نصيحة. لحد ما يجي في يوم بنتها تتصل عليها بالتليفون علشان تطمن عليها زي كل يوم، بس امها ما بتردش عليها. البنت حاولت مرة واتنين وتلاتة وبرضه ما بتردش عليها، فالبنت اتصلت على اختها التانية علشان تقول لها ان امك ما بتردش عليا. وهنا طبعا حاولوا كتير وبرضه ما فيش فايدة، وساعتها قرروا ان هم ينزلوا لامهم علشان يطمنوا عليها. وفعلا راحوا على شقة امهم علشان يطمنوا عليها. وهنا قعدوا يخبطوا على الباب كتير ومفيش حد فتح لهم، ولا حتى سامعين صوت حد جوه. وطبعا من كتر الخبط على الباب ومن كتر صوت البنات الجيران كلهم نزلوا. وهنا اول ما سمعوا من البنات اللي هم بيقولوه كلهم قلقوا على الحاجة دهب، لان كلهم بيحبوها جدا. وساعتها ما فكروش كتير وكسروا الباب، واول ما الباب اتفتح دخلوا البنتين على اوضه النوم بتاعه امهم علشان يلاقوها نايمه على سريرها ومتغطيه باللحاف. بس للاسف يحاولوا يصحوها ما بتصحاش، لحد ما يتصلوا على الدكتور علشان يجي ويقول لهم البقاء لله، امكم ماتت. وطبعا علشان الحاجة دهب كان عندها 80 سنة بالتأكيد ماتت بسبب أمراض الشيخوخة، وما كانش فيه أي شك في الوفاة بتاعتها، لدرجة إن الدكتور بعد ما كشف عليها قال لهم إن الوفاة طبيعية واداهم تصريح الدفن. وهنا جه دور المغسلة علشان تغسل الحاجة دهب وتجهز علشان تسلم الأمانة لأهلها ويودوها لمأواها الأخير. ولما بدأت علشان تغسل الحاجة دهب اتفاجئت بحاجات زرقاء حوالين رقبتها، وفي نفس الوقت بتبص في وشها لقت شفايفها مايلة للون الأزرق. طبعا وقفت كده بينها وبين نفسها لحظات وقعدت تفكر هي الست دي ما ماتتش طبيعي؟ واضح جدا ان الست دي حصل معاها حاجة قبل ما تموت. وقعدت تفكر بينها وبين نفسها وتقول اروح اقول لبنتها، بس انا هقول لها ايه بالظبط؟ هو انا اعرف اكتر من الدكتور اللي كشف عليها واكد لهم ان الوفاة طبيعية وعلى اساسه طلع تصريح الدفن؟ وانا ليه ادخل نفسي في مشاكل ويرجع في الاخر الست ماتت طبيعي وارجع انا اللي غلطانة في الاخر؟ لا لا لا، انا مش عايزة المشاكل دي خالص، انا هخلصها وهمشي على طول. وفعلا ده اللي حصل. المغسلة خلصت الحاجة دهب وسلمت الأمانة لأهلها علشان يودوها لمتواها الأخير. وبعد كده فعلا روحت على بيتها ودخلت علشان تنام، علشان تحلم بالحاجة دهب وهي جاية لها في الحلم وبتضحك وهي حزينة، وبتشاور لها على العلامات اللي موجودة حوالين رقبتها، ودي العلامات اللي هي شافتها في الحقيقة فعلا. طبعا أول ما شافت كده قامت مفزوعة من النوم، وقعدت تقول لنفسها بالتأكيد دي أضغاث أحلام أو تكون تهيؤات علشان حاطة الموضوع في دماغي. ويعدي تقريبا 5 أيام، وكل يوم تقريبا كانت بتحلم نفس الحلم، وكانت تصحى من النوم وهي مفزوعة وتقول لنفسها نفس الكلام لحد اليوم الخامس. وهنا اتأكدت ان الموضوع مش أضغاث أحلام ولا تهيؤات، وان الموضوع بالتأكيد رسالة والحاجة دهب عايزة توصلها لها. وهنا قررت انها تتصل على بنت من بناتها، وفعلا راحت جابت رقم التليفون من جيران الحاجة دهب واتصلت على بنتها علشان تحكي لها على كل حاجة. وهنا قالت لها على العلامات الزرقاء اللي شافتها حوالين رقبة امها، وقالت لها انها ما قدرتش تتكلم علشان خافت، لانها ما كانتش عايزة تعمل بلبلة ولا تدخل نفسها في مشاكل. وكمان اتأكدت ان الوفاة طبيعية بسبب الدكتور ولما طلع تصريح الدفن واكد ان الوفاة فعلا طبيعية. وهنا طبعا بنتها اول ما سمعتها ما صدقتهاش، وحست انها بتقول اي كلام او ممكن يكون فعلا
فعلا بيجيلها أضغاث أحلام، بس بعد ما قفلت معاها بدأت تفكر. وهنا قررت إنها تتصل على أختها علشان تحكي لها على القصة اللي بتقولها المغسلة. وأول ما كلمت أختها وبتحكي لها القصة اتفاجئت برد فعل أختها، وهي بتقول لها إنها مصدقة كل كلمة، وبتقول لها كمان إن أمها فعلا جات لها أكتر من مرة وكانت بتجيلها وتقف قصادها وهي حزينة، وحست إنها مش مرتاحة، بس كانت بتفكر هي مش مرتاحة ليه. وللأسف أمها لما كانت بتيجي في الحلم ما كانتش بتتكلم في أي شيء، وكانت بتمشي على طول. وهنا البنتين قعدوا مع بعض هما الاتنين وقعدوا يفكروا ايه اللي حصل مع امنا بالظبط، وهي عايزه توصل ايه، والمغسله دي إيه اللي شافته حوالين رقبتها، وده كان سببه ايه. لحد ما في واحده منهم قالت لها احنا نسينا حاجه مهمه جدا، انا دورت على دهب امك وعلى الفلوس اللي كان المفروض تبقى معاها في الدولاب، ما لقيتش اي حاجه. وفي الوقت ده انا صراحه كنت حزينه جدا وما كنتش مركزه، وقلت بعد ما نخلص الاجراءات بتاعتنا ونهدى ندور براحتنا، ممكن تكون حاطه الحاجات هنا او هنا. وهنا اختها اكدت عليها فعلا نفس الكلام، وقالت لها انا افتكرت فعلا واحنا بنغسل امك ما لقيناش الذهب بتاعها، والمفروض انها كانت لابسه غوشتين وخاتم وحلق، وانا قلت بيني وبين نفسي ممكن تكون عيناهم هنا ولا هنا، بس انا برضو ما كنتش مركزه. وهنا البنات قررت انها تنزل وتدور في شقه امهم على الحاجات بتاعتها، وفعلا نزلوا وقلبوا الشقه كلها وما لقوش اي حاجه، لا الفلوس اللي كانت بتعينها في الدولاب ولا الذهب بتاعها. وهنا اتاكدوا ان فعلا كلام المغسله صح، وان امهم ما ماتتش موته طبيعيه، وبالتاكيد اتقتلت والسبب الاساسي هو السرقه. وهنا المحامي بتاعهم قدم طلب للنيابه العامه لانهم كانوا شاكين في موت الحاجه دهب، وهنا كان الدليل بتاعهم ان الحاجات بتاعتها اتسرقت، الفلوس والذهب بتاعها، وان وفاتها فيها شبهه جنائيه. وفعلا تم استخراج جثه الحاجه دهب، وبعد عرضها على الطب الشرعي اكتشفوا فعلا انها ماتت مخنوقه. وهنا كانت مفاجاه بالنسبه للبنات، واتاكدوا فعلا ان امهم ماتت مقتوله والسبب هو السرقه. بس مين اللي عمل كده؟ امهم كانت محبوبه جدا، وهنا الشرطه بدات تكثف تحرياتها، بس للاسف لقوا صعوبه قوي ان هم يوصلوا للجاني، لان الست كانت سمعتها حلوه جدا والجيران كلها بتحبها وملهاش اي عداوه مع حد. مين ده اللي هيقدر يدخل ويقتلها ويسرقها كمان؟ وطبعا ما كانش قدامهم غير ان هم يفرغوا الكاميرات، وقعدوا يدوروا على الكاميرات اللي موجوده في الشارع. ولسوء الحظ ما كانش فيه اي كاميرات في الشارع، بس يلاقوا فيه كاميرا على اول الشارع موجودة على واجهة محل، وبدأوا يفرغوا الكاميرا دي، وفعلا لقوا واحد داخل لوحده الساعة 1 بالليل، وبعد نص ساعة تقريبا لقوه خارج من نفس الشارع الساعة 1:30، يعني تقريبا قعد نص ساعة. وكان الشخص دوت تحس ان هو مرتبك وبيبص يمين وشمال وبيبص حواليه وكأنه خايف ان حد يشوفه. وطبعا اول ما شافوا الشخص ده في الكاميرا اتأكدوا ان ده ليه صلة كبيرة جدا باللي حصل للحاجة دهب. وهنا كثفوا تحرياتهم لحد ما عرفوا ان الشخص ده هو الأسطى فاروق النجار اللي كان بيشتغل في ورشة نجارة موجودة في نفس الحي اللي ساكنة فيه الحاجة دهب. وهنا تؤمر النيابة بالقبض عليه ويروحوا له مكان سكنه، وللأسف ما يلاقوهوش. والجيران أكدوا للشرطة ان هو تقريبا من 10 أيام جه لما حاجته كلها وعزل من الشارع كله، وكمان ساب الورشة اللي كان شغال فيها. ومن هنا اتأكدت الشرطة ان هو فعلا القاتل، لأن التاريخ اللي بيقولوا عليه ده هو نفس اليوم تقريبا اللي اتقتلت فيه الحاجة دهب، يعني بعد ما قتلها راح على الشقة بتاعته ولم كل حاجة واختفى. ومن هنا الشرطة بدأت تكثف تحرياتها علشان توصل لفاروق، وفعلا قدروا يوصلوا له في المكان اللي كان مستخبي فيه وقبضوا عليه. وجيران الحاجة دهب شهدوا ان هم فعلا شافوه اكتر من مرة بيتردد عليها، وكانت الحاجة دهب بتعطف عليه. بعد ما النيابة واجهته بالأدلة اللي عندها وشهادة الشهود وبعد ضغط منها كمان اعترف بكل شيء. وهنا بدأ يحكي حكايته مع الحاجة دهب، ويقول لهم ان هو كان شغال في ورشة نجارة، وصاحب الورشة طلب منه ان هو يروح يغير كالون الباب بتاع الحاجة دهب لانها هي اللي اتصلت عليه وطلبت منه كده، وفعلا راح لها علشان يغير الكالون. وهنا اول ما فاروق راح لها لقاها انسانة طيبة جدا وبيصعب عليها الناس، وعلشان كده قعدت تتكلم معاه زي ابنها وحطت له اكل وشرب وقعد يدردش معاها في كل شيء. وعلشان يستغلها اكتر بدأ يحكي لها قصص وهمية، ويقول لها ان هو متجوز وعنده 3 أولاد، وإنه أمه تعبانة وهو اللي بيصرف عليها، وفي نفس الوقت مراته حامل في الولد الرابع وهو مش عارف يجيب مصاريف الولادة منين. وطبعا الحاجة دهب كان بيصعب عليها الناس قوي. وهنا مدت ايديها في الدولاب وادته اللي فيه النصيب، وقالت له لما تحتاج حاجة تاني تعالى خدها مني على طول. وفعلا عمل اللي هي قالت عليه وخرج من عندها، وكل 2-3 كان بيجيلها علشان ياخد منها اللي فيه النصيب. بعد كده حس انها بدأت تتضايق منه، وهنا قرر ان هو لازم يسرقها. وللأسف علشان هو إنسان
انسان شيطان وكان نيته وحشه، كان عامل حسابه لليوم ده. لما كان بيغير لها كالون الشقه عمل حسابه ان هو ياخد نسخه من ال3 مفاتيح، لان الكالون كان ليه 3 مفاتيح. وفعلا الحاجه دهب كانت ست كبيره وما خدتش بالها من اي شيء. وهنا جه وقت التنفيذ، وقال لنفسه ان هو يروح يسرق الحاجه اللي عندها، وفي نفس الوقت مش هيضرها ولا يعمل فيها اي شيء. فعلا تيجي الساعه 1 بالليل ويفتح باب الشقه بالمفتاح اللي معاه، ويدخل اوضه النوم الحاجه دهب وهو ماشي على طراطيف صوابعه، ويبص عليها ويتاكد انها فعلا رايحه في النوم. وهنا يدخل على الدولاب علشان يجيب الفلوس اللي جوه وياخدها ويحطها في جيبه. وهو طالع من الاوضه يتفاجئ بيها صحيت وبتقول له انت مين. وقبل ما تفتح بقها وتصوت يحط ايده على بقها ويجيب المخده ويحطها عليها علشان يكتم نفسها، وفي نفس الوقت يضغط على رقبتها علشان تموت. وفي الوقت ده علشان الحاجه دهب ست كبيره ما اخدتش وقت وماتت على طول. ومن هنا بيبص لقاها لابسه غوشتين وخاتم وحلق، وقرر ان هو يقلعها الدهب علشان ياخده بالمره. وفعلا اخد المسروقات بتاعته وخرج زي ما جه من الباب، وبعدها راح على شقته ولم الشنط بتاعته وكل حاجه تخصه وهرب. وبعد ما هرب حط في دماغه ان هو مش هيتصرف في اي حاجه معاه لحد ما الموضوع يهدى ويبان ان هو قضاء وقدر فعلا زي ما حصل، وبعدها يتصرف في الحاجه اللي معاه. وطبعا والنيابه بتستجوبه كانت مستغربه جدا لكل اقواله، انت ليه قتلتها؟ ليه عملت معاها كده برغم انها قدمت لك كل الخير؟ هنا فاجئهم وقال لهم بسبب المخدرات هي اللي عملت معايا كده، بسبب اللي انا بتعاطاه كنت دايما بحتاج فلوس، ولما ما لقيتش مكان اقدر اخد منه فلوس جت فكره ان انا اسرق الست دي، بس ما كانش في دماغي ابدا ان انا اذيها. انا عمري ما فكرت ان انا اذي الست الطيبه دي، مدت لي ايديها بكل خير. وبعد ما النيابه سمعت اقواله واعترافاته ارشد على مكان المسروقات وتم فعلا ضبطها، وبعدها أحلوه لمحكمة الجنايات واتحكم عليه بعدها بالإعدام. الغريبة في الحكاية دي كلها إن الحاجة دهب كانت مقدمة له كل خير وكانت بتعامله زي ابنها بالظبط، وللأسف عض الإيد اللي اتمدت له. وده يعلمنا إن إحنا لو عايزين نعمل أي خير ما نقربش قوي للناس وما نفتحش بيوتنا ليهم، لأن صدقت المقولة اللي بتقول اتقي شر من أحسنت إليه. وفعلا الحاجة دهب أحسنت إليه، لكن للأسف شره كان سابق خيره. الله يرحم الحاجة دهب ويجعل مسواها الأخير الجنة ويصبر قلب أولادها.